تخيل نفسك عايش من 3000 سنة. الليل سايب ستار اسود فوق مدينة طيبة، والهدوء بيسود الشوارع المرصوفة بالحجر. فجأة صرخة مدوية تشق السكون. الناس تسيب بيوتها والخدم يجروا والكهنة يخرجوا من المعابد بالملابس البيضاء، والكل بيجري ناحية الصوت ده موجود هناك وسط الظلام. وفجأة والناس بتجري تلاقي جثة متغطية بالدم ومطروحة عند مدخل بيت مسؤول كبير. المشهد ده مش خيال سينما، ده واقع اتسجل على ورق البردي واتحفظ آلاف السنين. الغريب مش في ان في جريمة قتل حصلت، الغريب ان كل التفاصيل مكتوبة: اسماء المتهمين، ادوات الجريمة، حتى اقوال الشهود. والاغرب من كده ان في قضايا ملهاش حل لحد دلوقتي. تخيل بعد آلاف السنين ولسه واقفين قدام لغز غامض من أيام الفراعنة. وأول حاجة هنبدأ نتكلم عنها في حلقة النهاردة هو القصر اللي اتحول في فترة من الفترات لمسرح جريمة. القصر الملكي المفروض يبقى أأمن مكان في العالم، بس في مصر القديمة حتى القصر ما كانش بعيد عن الغدر. في بردية شهيرة لقوا تفاصيل مؤامرة رهيبة ضد الملك نفسه. اللي خطط للجريمة ما كانش ناس من عامة الشعب، لا، دول كانوا ناس من جوه القصر، خدم وحراس وكهنة. الجريمة كانت محكمة، خطة للتخلص من الملك وهو نايم ويستبدلوه بوريث تاني يسيطروا عليه زي العروسة في ايديهم. الأغرب من ده إن المحكمة اتسجلت بالتفاصيل، وكل متهم اتكتب جنبه مصيره: واحد اتجلد، واحد اتعدم، واحد اتنفى. تخيل محكمة فرعونية أو محاكمة فرعونية كاملة من 3000 سنة بتعامل مع مؤامرة قتل الملك. لكن السؤال اللي بيطارد العلماء لحد النهاردة: هل كل المتورطين اتعاقبوا فعلا، ولا في ناس نجحوا يهربوا من العقاب؟ دلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن دم على أرض المعبد. المعبد دايما كان رمز للطهارة والقداسة، لكن في مرة القداسة دي اتلوثت بدم. في سجلات قديمة بيحكوا عن كاهن كبير تم التخلص منه جوه المعبد. القصة بدأت بخلاف بين الكهنة على السلطة والقرابين. القرابين مش مجرد أكل وحيوانات، دي كانت كنوز وذهب وفضة وحاجات ما تتقدرش بتمن. واحد من الكهنة اتعرض للخيانة واتسحب جوه أوضة جانبية، وهناك تم التخلص منه. الجثة اتخبت جوه مقابر صغيرة، لكن افتضح أمرها لما واحد من الخدم شاف دم متسرب. اللي صادم ان القضية دي اتقفلت فجأة لحد دلوقتي ومفيش تفاصيل عن القاتل، وفي احتمال ان الكهنة الكبار نفسهم هما اللي اخفوا الموضوع. لكن الحقيقة ان المعبد اتحول لسر غامض، والناس وقتها قالوا ان الآلهة غضبانة. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن قضايا الشوارع والناس العادية. ممكن تفتكر ان الجرائم كانت بس عند الكهنة والملوك، لكن لا، الشعب العادي برضو كان نصيب من الغموض والقتل. في نصوص جنائزية مكتوب عن راجل اسمه بنحسي اتقتل وهو راجع من السوق بالليل. التحقيقات وقتها كانت بدائية جدا، يسألوا الجيران، يفتشوا البيوت القريبة، يحاولوا يتتبعوا آثار في الرمل، لكن القضية اتسجلت ان القاتل مجهول. اللي يخلي القضية دي مرعبة ان النصوص بتقول ان الحادثة دي مش الأولى، كان في سلسلة جرائم مشابهة كلها ضحايا من العامة وكلها من غير قاتل معروف، وكأن في قاتل متسلسل عايش في شوارع طيبة والشرطة عاجزة ان هي تمسكه. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن جريمة خيانة قلبت الدنيا. في نصوص تانية لقوا قصة عن واحدة ست مصرية خانت جوزها. الراجل كان موظف مهم، والست دخلت في علاقة محرمة مع راجل تاني. الجريمة دي انتهت بطريقة حرفيا صعبة جدا. في يوم الراجل رجع بدري من شغله، مسكهم متلبسين، حصلت مواجهة رهيبة. النصوص مش واضحة، في نسخة بتقول ان الزوج تخلص من العشيق، نسخة تانية بتقول ان العشيق هو اللي تخلص من الزوج عشان يهرب بالست. المهم ان القضية اتسجلت كواحدة من افظع الفظايع اللي حصلت في العصر ده وقتها. الغريب ان الحكم النهائي مش مكتوب، كأن الدولة نفسها خبت النهاية. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن مؤامرات السياسة والاغتيال. السياسة عمرها ما كانت نقية،
حتى في مصر القديمة في وثيقة لقوا إنها بتحكي عن اغتيال مسؤول كبير. الخطة كانت إنه يتقتل جوه بيته بسم عشان مكانه يروح لحد تاني، لكن اللي حصل إن واحد من المتآمرين خان الباقيين واعترف. الملفت ان المؤامرات دي كانت دايما ليها بعد ديني، يعني مش بس صراع على السلطة لكن كمان محاولة للسيطرة على المعبد والآلهة. اللي يخوف ان بعض القضايا دي نهايتها ما تعرفتش، يعني ممكن المؤامرة نجحت فعلا والدولة اخفت التفاصيل. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن القاتل المجهول. في برديات كتير بتسجل جرائم قتل من غير اي تفاصيل، بتكتب جثة لراجل او امرأة مقتولة وبعدها القاتل مجهول. الغموض ده فتح باب نظريات كتير. في ناس بتقول ان الدولة كانت بتخفي بعض الحقائق لو متورط حد كبير، وفي اللي بيقول ان الشرطة ما كانتش قادرة تحل قضايا معينة بسبب ضعف الادوات. لكن اللي يوجع بجد انك تلاقي نفس كلمة القاتل المجهول متكررة في حضارة عظيمة زي حضارة مصر القديمة. ودلوقتي بقى هنتنقل مع بعض عشان نتكلم عن جريمة العائلة الملكية. من اخطر الجرائم اللي اتسجلت جريمة جوه العيلة الملكية في بردية بتحكي عن امير صغير. الامير ده اتقتل فجأة. الجريمة دي شكلها حادث عادي لكن التحقيقات قالت غير كده. الطفل اتسمم ببطء والاصابع كلها اتوجهت لزوجة الملك. زوجة الملك دي كانت الزوجة التانية على فكرة، اللي كانت عايزة ابنها هو اللي يرث العرش بعديه. المحاكمة اتسجلت لكن النهاية مش معروفة. هل تعاقبت الزوجة ولا الموضوع تم التكتم عليه عشان سمعة العيلة الملكية؟ لحد دلوقتي محدش عارف، والبردية ناقصة وكأن حد قطع الجزء الأخير ده متعمد. ودلوقتي هنتنقل مع بعض ونتكلم عن جريمة الصحراء. في مرة تانية لقوا نص بيتكلم عن قافلة تجارية اتعرضت لكمين في الصحراء. الجريمة بدأت كسرقة لكن انتهت حرفيا بمجزرة. كل القافلة تم التخلص منهم والجثث ثابت للغربان، لكن اللي اتسجل بيقول ان القتلة كانوا اشخاص من جوه الدولة، يعني مش لصوص عاديين، دول ناس ليهم نفوذ. القضية اتقفلت فجأة ومحدش عارف اذا كان القتلة اتعاقبوا ولا الدولة نفسها كانت متورطة في حاجة زي دي. ودلوقتي بقى هنتكلم عن سر الجثث المفقودة. في مقابر معينة العلماء لقوا قبور فاضية في السجلات مكتوب ان هي قبور لضحايا قتل، لكن لما فتحوها مفيش اي جثة. الموضوع ده فتح باب غموض رهيب. هل الجثث اتسرقت؟ هل الدولة خبتها؟ ولا في حاجة تانية اعمق؟ في بعض النظريات بتقول ان هم كانوا بيعملوا طقوس سحرية مرتبطة بالجريمة، لكن الجثث اتاخدت للممارسات دي. الغموض هنا خلى القضية شبه قصص الرعب الحقيقية. ودلوقتي بقى هنتكلم عن سرقة وقتل في السوق. الأسواق في مصر القديمة كانت مليانة حياة، بس كانت كمان مسرح لجرايم. في نصوص بتتكلم عن ست راحت السوق تشتري قماش لكنها مرجعتش بيتها تاني. بعد يومين لقوا جثمانها في مخزن مهجور جنب السوق. الأغرب إن حاجتها كلها اتسرقت ما عدا الخواتم اللي في صباعها، وكأن القاتل كان عايز يسيب رسالة. الموضوع قلب الدنيا والتحقيقات ما وصلتش الحل، وفضل السؤال: هل الجريمة سرقة ولا انتقام شخصي؟ ودلوقتي هنتنقل مع بعض عشان نتكلم عن جريمة السم في النبيذ. في وليمة كبيرة اتعملت لواحد من كبار الموظفين، الكل كان بياكل ويشرب وفجأة الراجل ده وقع من طوله وسط الضيوف. التحقيقات كشفت ان الكاس اللي شرب منه كان مسمم. الغريب ان الخدم اتسألوا كلهم لكن مفيش حد اعترف. البردية بتقول ان اصابع الاتهام اتوجهت لشخص قريب جدا بس اسمه مش مذكور. هيتقصد يتشام من البردية ولا الحبر ضاع مع الزمن؟ لحد دلوقتي محدش يعرف. ودلوقتي بقى هنتكلم عن الطفل اللي اختفى. في قرية صغيرة جنب النيل اتسجلت واحدة من أبشع القضايا. طفل صغير اختفى وهو بيلعب عند الشاطئ. بعد ساعات لقوا جثمانه في النهر ومربوط بحجر تقيل. التحقيقات قالت ان في خلاف بين اهل الطفل وبين جيرانهم، لكن مفيش اي دليل على الكلام ده. الموضوع اتحفظ كأنه حادث غرق، لكن البردية اللي سجلت القصة
كتبت جملة غامضة في آخر التحقيقات: الموت لم يكن عند النهر. ودلوقتي بقى هنتكلم مع بعض عن جريمة الحرس. الحرس اللي المفروض يحافظوا على الأمن كانوا أحيانا جزء من الجرائم. في نصوص جنائية بتقول إن حراس بوابة اتأمروا مع عصابة لسرقة بيت تاجر غني، لكن الموضوع خرج عن السيطرة وانتهى بالتخلص من التاجر وعيلته كلها. المثير إن لما اكتشفوا الجريمة، الحارس نفسه كان أول واحد يصرخ البيت اتسرق كأنه بريء. الموضوع اتكشف لما واحد من العصابة انهار واعترف على الحرس. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن القتل بسبب الغيرة. في بردية بتوصف جريمة حصلت بسبب الغيرة. 2 ستات كانوا بيحبوا نفس الراجل، ومنافسة بينهم وصلت لمرحلة قاتلة حرفيا. واحدة فيهم خططت للجريمة واستنت التانية في الطريق وهي راجعة من السوق وضربتها بحاجة تقيلة على راسها. الموضوع اتسجل كواحدة من أقدم جرائم الغيرة النسائية اللي اتعرفت في التاريخ. ودلوقتي بقى هنتكلم مع بعض عن قضية المقبرة المفتوحة. المقابر في مصر القديمة كانت مليانة كنوز، وده فتح الباب للجرائم. في نصوص بتحكي عن مقبرة ملكية اتفتحت واتنهبت، لكن لما السلطات قبضت على العصابة لقوا ان واحد من افراد العصابة اختفى، وبعد ايام جثته اتلقت مرمية في الصحراء. الموضوع فتح سؤال: هيتقتل عشان ما يكشفش اسرار العصابة، ولا في لعنة من لعنات المقابر؟ ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم مع بعض عن جريمة العبد والخادم. في بيت مسؤول كبير، خادم اتقتل في اوضته. الادلة بتقول ان العبد اللي بيشتغل معاه هو القاتل، لكن الغريب ان العبد كان بيصرخ في المحكمة: انا بريء. القاتل في القصر نفسه. البردية بتقف عند الكلمة دي ومفيش تكملة. العلماء بيقولوا يمكن اتشال باقي الكلام عن عمد. ودلوقتي هنبدأ الكلام عن القتل بالتماثيل. في نص قديم جدا لقوا قصة عن واحد اتقتل بطريقة غريبة، اتسحق تحت تمثال ضخم. المثير ان التحقيق قال ان التمثال ما كانش هيقع من نفسه، لكن في حد حركه او وقعه بشكل متعمد. الجريمة دي تعتبر من اقدم حوادث القتل المقنع، وده حصل في شكل حادث. ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن الخيانة العسكرية. الجيش في مصر القديمة كان قوي جدا، لكن حتى جوه الجيش حصلت جرائم. في نصوص بتحكي عن جندي اتقتل على ايد زميله بسبب خيانة او وشاية. الجريمة كانت خطيرة لدرجة ان القضية دي اتعرضت بشكل مباشر على الملك نفسه. النصوص بتقول ان العقوبة كانت قاسية جدا، لكن مفيش اي تفاصيل عنها. ودلوقتي هنتكلم عن قتل بسبب الميراث. الفلوس كانت دايما سبب مشاكل. في قصة قديمة عن 2 اخوات اختلفوا على ورث ابوهم. الخلاف اتطور لحد ما واحد فيهم تم التخلص منه. الموضوع دخل المحكمة، لكن النصوص مش بتقول مين اللي كسب القضية. اللي يوجع ان الجريمة حصلت بين اخوات عشان شوية فلوس وارض. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن القتل في الحقول. في نص بيروي ان واحد اتقتل وهو بيشتغل في الحقل. الجريمة شكلها سرقة بسيطة، لكن اللي اتسجل بيقول ان الجريمة تمت بحقد. الكلمة دي فتحت جدل واسع جدا بين الباحثين، من اللي كان وراه حقد كفاية يقتل فلاح بسيط. ودلوقتي هنتنقل مع بعض ونتكلم عن جريمة الزوج الإجباري. في بردية لقوا قصة عن بنت صغيرة اتجبرت تتجوز راجل كبير في السن. بعد فترة قصيرة الراجل ده تم التخلص منه. الكل اتهم البنت، لكن النصوص بتقول ان هي كانت بتصرخ انها بريئة، وان في ايد خفية ورا الجريمة دي. الموضوع اتسجل كقضية غامضة جدا. ودلوقتي بقى هنبدأ نتكلم عن موت الكاهنة. في معبد كاهنة صغيرة في السن اتلقت مقتولة. الجريمة دي كانت صدمة لأن الكاهنات كانوا في مكانة عالية جدا. البردية بتقول إن الأصابع بتشير لغيرة نسائية، لكن النهاية أو الجريمة دي كانت ناقصة.
ودلوقتي هنتنقل مع بعض ونتكلم عن قضية العرافة. العرافات في مصر القديمة كان ليهم نفوذ. في قصة غريبة ان عرافة تم التخلص منها وهي خارجة من المعبد. التحقيق قال ان في ناس كانوا شايفينها خطر على مصالحهم، لكن القاتل الحقيقي ما تعرفش لحد دلوقتي. ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن لغز السفينة. في رحلة نيلية سفينة كاملة اختفت بعد أيام، ولقى الناس بقايا ليها بس من غير أي جثمان لأي بني آدم. التحقيق قال إن في هجوم مسلح حصل، لكن ما فيش أي دليل. الناس سموها سفينة الأشباح. ودلوقتي نتنقل مع بعض ونتكلم عن جنينة السحر الأسود. في بردات اتكلمت عن ست اتهموها بالسحر، بعد أيام اتلقت مقتولة في بيتها. الموضوع فضل غامض، هل الناس قتلوها عشان يتخلصوا منها ولا حد قتلها وهو بيجرب سحر اسود؟ ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن لعنة الطبيب. في قصة طبيب ملكي تم التخلص منه في قصره. البردية بتقول ان الدواء اللي كان بيداوي بيه الملك هو نفسه السبب في موته. هل ده انتقام ولا مؤامرة؟ ودلوقتي بقى هنتنقل مع بعض ونتكلم عن قصة العبيد الهاربين. في مجموعة عبيد هربوا من أسيادهم، بعدها اتلاقوا مقتولين في الصحراء. القضية اتسجلت كعقاب، لكن في نظر العلماء دي جريمة مدبرة عشان يتم إخفاء حاجة أكبر. ودلوقتي هنتنقل مع بعض ونتكلم عن جريمة على النيل. صياد لقى جثة واحدة ست مربوطة بخشب ومرمية في النيل. النصوص بتقول إنها كانت معروفة بجمالها والكل كان بيغير منها. الجريمة اتسجلت بسبب الغيرة. ودلوقتي بقى هنبدأ الكلام عن قتل الكتبة. الكتبة كانوا أهم ناس في الدولة. في قصة كاتب اتقتل فجأة في الطريق. التحقيق قال إن في سر خطير كان معاه. ودلوقتي هنتكلم مع بعض عن قضية اللصوص. عصابة لصوص دخلوا بيت تاجر دهب، لكن اللي حصل إن التاجر اتقتل والدهب ما اتاخدش كله، وكأن الهدف الحقيقي مش السرقة، الهدف كان التخلص منه. ودلوقتي نتنقل مع بعض ونتكلم عن لغز الجثة المجهولة. في لصوص لقوا وصف لجثة من غير اسم، مكتوب راجل غريب لا يعرف أصله، وده فتح أسئلة. مين الراجل ده؟ ازاي تم التخلص منه؟ وللدفع من غير اسم. ودلوقتي هنبدأ كلامنا مع بعض عن جريمة الطموح. واحد من الخدم حب يترقى ويبقى كاتب، لكن اللي ماسك المنصب تم التخلص منه فجأة. كل الدلائل كان ضد الخادم، لكن مفيش اعتراف. ودلوقتي هيتنقل مع بعض ونتكلم عن مأساة العيلة. في بيت واحد غني العيلة كلها اتقتلت في ليلة واحدة. النصوص ناقصة جدا، بس الكارثة اتسجلت كحادثة عظيمة. ودلوقتي هنتنقل مع بعض ونتكلم عن الجريمة اللي اتحولت لأسطورة. في مدينة صحراوية جريمة حصلت لواحد من الكهنة. الناس صدقوا ان روحه بتطارد المدينة، والجريمة دي بقت واحدة من الأساطير. ودلوقتي هنبدأ الكلام في جريمة عبارة عن سؤال: القتل بالخطأ ولا متعمد؟ واحد اتضرب بحاجة على راسه ومات. النصوص بتقول هل كان حادث أو عمد؟ ومفيش تكملة. ودلوقتي نتنقل مع بعض للعنة التاجر. تاجر كبير اتقتل بعد ما رجع من رحلة. التحقيق قال ان في ناس كانوا مستنيينه عشان ياخدوا بضاعته، لكن الغريب ان البضاعة نفسها اتثبت مكانها. ودلوقتي نتنقل مع بعض ونتكلم عن موت غامض في السجن. سجين اتلقى ميت جوه زنزانته. الحراس قالوا انه انتحر، لكن النصوص بتقول ان الحبل ما كانش بايده. ودلوقتي بقى هنبدأ الكلام عن قضية القبر الملعون. عيلة كاملة ماتت بعد ما فتحت قبر قديم. النصوص بتوصف موتهم انه غير طبيعي. العلماء بيقولوا ممكن يكون مرض، لكن الناس وقتها قالوا لعنة. ودلوقتي نتنقل مع بعض ونتكلم عن دم في المينا. واحد من عمال المينا اتقتل وسط الزحمة. الموضوع اتسجل خلاف مالي، لكن مفيش اي اسم للقاتل. ودلوقتي نتنقل مع بعض ونتكلم عن اللغز اللي ملوش نهاية. في اخر البرديات اتكشفت مكتوب فيها جريمة لم يعرف القاتل فيها والعدالة لم تتحقق. النص واقف هنا، لا اسماء لا عقوبات ولا اي تفاصيل، وكأن الفراعنة نفسهم
حبوا يسيبوا اللغز ده للأبد. ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن التحقيق اللي قلب الطاولة. بعد ما انتهت القضايا اللي ملهاش قاتل معروف، الكهنة نفسهم ابتدوا يحسوا ان في حاجة غلط. ازاي القتل يبقى متكرر بنفس الأسلوب والشرطة عاجزة؟ في اللحظة دي ظهر محقق فرعوني وكان اسمه عنخ حتب، وكان مشهور بدهائه وطريقة استجوابه اللي مش شبه أي حد. عنخ حتب ما كانش بيكتفي بالكلام، كان بيشوف أدق التفاصيل، أثر الرجل في الرمل، بصمة صباع في طين ناشف، أو حتى حركة عين المتهم وهو بيتكلم. أول خطوة عملها إنه جمع كل القضايا اللي اتسجلت بنفس الطريقة وقعد يفرز الأسماء والأماكن والأوقات. وهنا لقى حاجة مرعبة، كل الضحايا بيروحوا السوق قبل ما يتم التخلص منهم بساعات قليلة، وكأن القاتل بيراقب السوق ويختار ضحيته ويستناها في الطريق. التحقيق ده فتح باب جديد، بس في نفس الوقت زود الرعب. ليه السوق بالتحديد؟ هل القاتل بيستهدف التجار والناس اللي معاهم فلوس، ولا في دافع تاني أعمق، يمكن طقس ديني معين؟ ودلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن السوق اللي بقى مصيدة. السوق في طيبة ما كانش مجرد مكان للبيع والشراء، ده كان قلب الحياة اليومية. بهارات جاية من بلاد بعيدة، أخشاب نادرة، حلي من الذهب والفضة، وتماثيل صغيرة بيتباركوا بيها. وسط الزحمة كان من السهل جدا لأي قاتل يراقب ضحيته من غير ما يلفت الانتباه. الناس حرفيا بقت مرعوبة، كل ما حد يروح السوق يبص حواليه كأنه مستني السكين يطلع من وسط الزحمة. التجار بقوا يقفلوا بدري، والزباين بقوا هم أصلا يجوا بدري وكانوا بقوا مستعجلين. حتى الكهنة كانوا بيبعتوا خدامهم بدل ما يروحوا بنفسهم. عنخ حتب قرر يعمل كمين، لبس لبس واحد من عامة الشعب، راح السوق قعد يراقب. لقى حاجة غريبة جدا، واحد واقف على طرف السوق ما بيشتريش ولا بيبيع، عينه دايما بتدور حوالين الناس، لما حد يمشي لوحده يتبعه من بعيد. المحقق ما اتصرفش بسرعة، بل بالعكس فضل يتابعه بالأيام لحد ما اتأكد ان ده مش مجرد مشتري عادي. المفاجأة كانت ان الشخص ده واحد من حراس القصر. ازاي وليه؟ هنا اللغز بقى أعقد بكتير. ودلوقتي بقى نتنقل لنقطة مهمة جدا، وهي دموع الحارس. التحقيقات جابت الحارس وبعد استجواب طويل اعترف بحاجة صادمة. قال انه مش القاتل، لكنه كان بيتبع اوامر من شخص اكبر منه في السلطة. الشخص ده كان بيديله قايمة باسماء الضحايا ويقول له راقبهم، خليني اعرف هم فين. الحارس انهار وقال انا ما كنتش اعرف انهم هيتم التخلص منهم، انا كنت فاكر ان ده مجرد تجسس عادي. لكن عنخ حتب ما اقتنعش بسهولة. لو هو مجرد وسيط، مين العقل المدبر؟ وليه يستهدف الناس اللي بتيجي السوق بالذات؟ الغموض اتضاعف بشكل كبير. القاتل مش مجرد شخص مهووس، ده شبكة في اوامر ورقابة وتنفيذ، وده يفتح احتمال ان الجريمة مرتبطة بالسياسة مش مجرد سرقات عادية. ودلوقتي بقى نتكلم عن اخر حاجة في حلقة النهاردة، وهي الظلال اللي بتمشي في الليل. المحقق بدأ يربط بين الضحايا واكتشف ان معظمهم كان عنده صلة بالتجارة الخارجية. واحد بيستورد خشب من لبنان، واحد تاني بيجيب لؤلؤ من البحر الأحمر، واحد تالت كان وسيط مع تجار النوبة. يعني ببساطة الضحايا دول ماسكين مفاتيح تجارة ضخمة فيها ذهب وفلوس وسلطة. يبقى السؤال، مين المستفيد من ان هم يختفوا واحد ورا التاني؟ عنخ حتب كتب في سجلاته الظلال اللي بتسير في الليل مش بتسعى ورا الدم، لكنها تسعى ورا الثروة. الجملة دي خلت المؤرخين النهاردة يعتقدوا ان القضية دي كانت مؤامرة اقتصادية ضخمة، مش مجرد سلسلة جرائم عشوائية. وفي الاخر وبعد كل اللي عرفناه ده، تفتكر الحقيقة فين؟ هل الشبكات دي اندثرت مع الزمن، ولا لسه التاريخ مخبي اسرار اكتر بكتير؟ الغموض حوالين قضايا القتل في مصر القديمة بتورينا قد ايه الماضي
كان أعقد مما نتخيل، واللي حصل من آلاف السنين لسه بيأثر فينا النهاردة بأسئلة ملهاش إجابة. لو حابب تعرف أكتر عن آثار وتاريخ المصريين القدماء ما تنساش تدعمنا عشان نكمل. اشترك في القناة دلوقتي وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك لو عجبك الفيديو وشيره مع أصحابك عشان الكل يعرف قد ايه تاريخنا مليان ألغاز وغموض تستاهل انها تتعرف.